وريتكم الشعريه ولسان العصفور. تمام. لازم بعد ما تخلصوهم يتفردوا على حاجه صينيه ولا حاجه، علشان تتخلصي من السخونيه كلها. حتى لو دافي ما تعبهوش وهو دافي، علشان هيعرق وهتبوظ وهتعمل ريحه. فلازم تبقى ساقعه خالص عشان تعبيها وانت مطمنه. وفرزلنا شويه بصل، عملت كيسين بس كده لان بقيه الكيلو انا استخدمت في الرنجه والصلصه. وده البتنجان اللي هنعمله بابا غنوج، ده بتنجان مشوي. ال2 كيلو ونص عملوا معايا 3 اكياس كبار. تمام. وعندي لسه الصلصه على النار لسه بتتسبك، احنا عملناها مع بعض قبل كده. لسه هخلصها بقى وتاخد وقتها وتتسبك كويس قوي واعبيها. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الرنجه النهارده، حلوه قوي طريقتها. وان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه فيها تفريزات حلوه قوي هتعجبكم.